أنا أقول بأن قرار الجزائر فيه الكثير من القراءات الإيجابية. أول شيء، لقد فضحناهم، كشفناهم، ويعني أحرجناهم الكل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحباب ديالي الغاليين، هاني رجعت عاوتاني وهاني جيت. واش كي حديده الحباب ديالي الغاليين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ تنتمنى لكم الحباب ديالي الغاليين كمل عاده تكونوا على خير وبخير انتم والاسر ديالكم الكريمه باذن الله. الحبابين عزاني صاد ربي فلاتو نيتما ماني كانت كام كلشي بخير، تعاقد بوصفحه ان انت وجال الحباب اكلوا وديع عز ربي. الله يعزكم الغاليين ديالي فيما كنتو، فيما كنتو فوق الارض. الله يعزكم والله كيف كيقولوا يرفع شانكم، اكني عز ربي. المغرب انا الاحرار النحت لما يتمع الزاني حق انت دارت الدنيا اكنا ودي عز ربي اي سعلو ربي الشنون غير العدا. يا غاليين ديالي يا غاليين ديالي وكمل العاده غير كلي بدا. والله يجعل الله سبحانه وتعالى عز وجل يعفو لنا على ملكنا ويطول لنا في عمره ويخليه لينا. وانا كنقول له يا حبيبي يا قهر الاعداء اللي دعتك ديال الاعداء تحك تسند حق الفرز وكان هكا ودي عز ربي. راني فرحان الحمد غادي اقسم بالله العظيم. ولكن شوفوا نقول لكم راه هاد اليامات يا غي الدح يا غي راني مساليه عاوتاني لبليك رغول. والله العظيم راني الدح سيديا انا مساليني وعاوتاني ما كان ما يدار العطايا العطايا هادي عارف جوج الدع الفها انا تنقصوا الفلوس عليهم. اش كيديروا الا ديما حنا كنسمعوا باق 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 قلت انا فضولي قلت اش كيديروا هما كيدقوا علينا تصدقوا عاد عسينا كما دعت كلمه هذا ودي ترى ولا ودي بغيتو. ما بغاوش يخلينا نتهناو، ما بغاوش يخلينا نرتاحوا، ما بغاوش يخلينا في اتساع. لا اله الا الله محمد رسول الله. دخلت عليكم بالله قولوا لهاد هاد الجيران ديال العار، هاد الجيران السوء، الا فيكم ذره الانسانيه صيفطوا لينا هذيك الجثه اللي عندكم. الله يرحم فيكم عظم. هادشي اللي غادي نقول لكم وحق المصعب الكريم العقبه زيد معاه. المهم الغاليين ديالي قال لك الخو ديال الديب طالب علي اخو قال لك ما ديروش صديق وما ديروش عساس عليك. اي طالب عليا باغو اللي كنقول حنا بالشلحه. اي الديب هذاك المكار. اي ما ديروا لا صديق ولا حبيب وما ديروا جار وما تخليه يكون عساس عليك، حيت غدار بطبعه غدار يا خواتي. غدار خل العدد اللي فيه شي طبيعه راه ماليش صافي غتبقى فيه الى الممات. المهم الغاليين ديالي شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، والله القسم نحلف لكم بالله سبحانه وتعالى الا انا هاد مؤخرا هاد السنوات القليله يعني هاد السنوات ماشي بزاف. بصراحه نكونوا واقعيين ماشي بزاف هذا باش عرفت بلا فعلا راه شي بشر راه ما يليق لا تحن فيه ولا تعاشروا ولا تسلم عليه حتى ولا والو. الحبابين وحزانين واقسم بالله حرام كيسنح غير سكوسنا تقوراني. يلا انا فقت من القلبه إنا حنا يلا فقت من القلبه. قولوا لي صباح الخير وقولوا لي على سلامتك. انا كنت كنتحاب واش كاع كي بدات القضيه ديالنا حنايا زعما كانت ديال قال لك حنا المغاربه زعما كنت حنا راه ديال الكرم والمرحبا مرحبا بك واستسلم مرحبا زيد لقدام ورحبا وداك الشيء ديال النخوه وطيب وجمر وسلق وقلي وحط البنادم وسربي له والطبال ولا ناباطا سيدي والكعب الغزال والقيامه واللي ما تيديرها بنادم من ولادو كيديرها دوك اللي كيجيو عندنا. راكم عارفين بحال فلسطين، راكم عارفين هذاك الرباعه ديال فلسطين شفتوا اش داروا لنا في ايام الزنزان. جاو كيشريو كيتباعوا فينا. ملي قلنا لهم ودي لا اش ولاو كيقولوا ما تمشيوش المغرب لا انصحك ان تذهب الى المغرب، لا انصحك لا يقلبكم. اش غديروا عندنا؟ اش غديروا عندنا بلادكم؟ عطيونا ابتساع، عطيناكم ابتساع، عطيونا ابتساع. واش حنا كنجيو لبلادكم؟ ما كنجيو ودي عندكم، حنا ما عندنا ما نديروا عندكم. حنا ما توصلوناش ما توصلوش. وزايد شكون اللي كيجي غير الجيعان المقرد الحفيان المقطع هو اللي كيجي عندنا. كل ما عنده فيت كراولي الطفل حتى كراو الصباطه تيلس ولا دارت ما يتوسكن الى يسكن ما حدش كشي ميمي ان ظهر المغاربه اخر ظهر المغاربه حدش كم حد غايه ميمي. هذاك الشيء اللي كيديروا
فين ما تلقى شي حفيان، شي عريان، ما تلقى شي بيطالي عايش غير على السوسيال، يعني عايش غير على المعانوات ديال البلدان اللي كيسكنوا فيها. اش كيقول؟ باش كيدير لاباس ولا باش يتفطح شويه ليه ويبان شويه عاوتاني، لان دابا المعاونات في اوروبا حدها غيره ايميكو كتقال معاونه يلاه كتوصلك النص ديال الشهر ديالك يكونوا مي بيرسون. هذا اللي حنا تقدنا يعني تسنتي ماني كتسير تاع الماكله كيفاش كتسير تاع الماكله ديالك، يلاه غتوصلك لنصف الشهر. هادشي دابا اللي ولا. انا ضحك على جنابك، انا تقعد وحكم ليا جمر ليا وخدم عليك وخليكم ما تبقاو تمشيو تجروا للمغرب. نوضو راه حكا الزنزان، نوضو راه حكا. لا حنا مع الاطفال المساعدين، المساعده حنا المغرب كامل 40 مليون كيتسنى غير في المجليين يجي يعاونوهم. حمد الله وشاكرين، حنا فران وقادين البحومه. اعطيونا غير باتساع سوريا المقردين اللي عنده شي ريال اللي قال لك غادي يمشي يعاون المغاربه في هذا الشيء ديال الزنازير ولا اي حاجه وقعت، وسيروا وكم كلكم يا مقطعين المقردين. كلكم جايين من البلاد ديالكم. ها الحروب، ها القيامه، ها الزبنيات، ها الانقلابات، ها كل واحد شنو عنده. كل يوم ما الزلات دارسي. اقسم بالله العلي العظيم ما كاين شي واحد فيهم تقولوا راه جاي عليه قيمه. كلهم مقردين، كلهم مقردين. انا كنشوف فيهم صباح عشيه كلهم مقردين. يا والو يا خوتي العزاز. كيجي مقرد ما عند باباه حتى ما ياكل لا فطور لا غدا، ويجي وقال لك دير خلنا فروه، دير خلنا فروه، وكيتعلق على ولاد البلاد. راهم هكاك دايرين. هاد كان المقردين. المهم نمشيو نرجعوا للبلاد اللي دخلوا شويه لعندنا البلاد، وتشوفوا واحد ابن كرغول ولد سميتو الحفيد ديال سميتو ديال ام حسن. هي الحفيد ام حسن. ايا ونس كان كيجي للمغرب يا خوتي العزاز ويصور حتى هو وكيقول الكلام زوين وهذا. وملي كان ما عرفت شكون اللي كان لاعب يعني في افريقيا، ما عرفت داك الشيء كنت هذيك لعبت كورت. المهم جا للمغرب بالضبط في طنجة كانوا محتفلين والحيحه. وخرج لكم عارفين نتوما حنا المغاربه ملي كتكون شي فرح عند الجار كنخرجوا كنزغرتوا كنفرحوا، وملي كيكون الحزن عند الجار كنحزنوا. يبقى الحزن يحل الحزن دارو الجرنح يخدر سيلا الفرحه تفرح. هما ولادهم حسن ولاد المجليين ملي وقع الزنزال في المغرب جابوا الموسيقى وصيفطوا الموسيقيين وصيفطوا القيامه الكحله في الحدود وقال شي الزغاريت شو وقع اش ما توقع حقا ما حقا. الزنزال كاين في المغرب. الله يجعل قال لك المغراركه كله قال لك ينزل عليهم لا بريك حتى واحد ما يبقى حي اسفلوا يريحوا حتى. المهم ربي سبحانه وتعالى عز وجل راه تايشوف في الظلم. راه كان اسمو قول ما كان الظلمه لحبه بين عزاني. المهم الغاليين ديالي شوفوا لي هاد الكرغول، شوفوا لي المهم غير واحد ماشي زعما شي حاجه يعني طويله. المهم باش تعرفوني غير على اش من كمال علاش كنهضر. هذا هو الغرض باش كتسنم على من هاد الكرغول علاش كنهضر غير سيكوند. كما راكم تشوفوا صراحة حاجة ما شاء الله اللي هو تحفة معمارية جميلة بزاف. تحفه معماريه كيهضر. انا بعدا قلت لكم هاد السيكوند غير باش تشوفوا على فين كاين حدا مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء في كازابلانكا. هاي تمام مسجد الحسن الثاني احيلا الدار البيضاء. انك زرات التحفه هاد المعماريه. المهم بعدا كتسمى حيله غير باش تعرفوا كما كتسمى غنبونس تسمى الجنس مالك كيكا باش تعرفوني على من تنهضر. هاد الايامات اخوتي العزاز والسند خرج يا اخوتي العزاز قال لك عاير وكيسب سيف. هاد الكرغولي هذا حفيد ام حسن ملي كان كيجي للمغرب حيت كيجي داك الماتشات كون عرفتي شكون اللي كتقول هذاك الدراجي هكاك اللي كان كيجي المغاربه دايرين المغاربه ولا اخوه خوا طوا 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 وكيدوا فيه المغاربه. ها اللي دخلوا من الرجاويين ها الوداديين كاع اللي تلاقاه اجي تدخل عندنا اجي تغدى انت اجي تعشى انت ما تشدش لوطيل عيب علينا. واللي حنا المغاربه ها خويا فين نعس ها البيت ها الدوش ها زعما الكرم. وسامعوا دابا خوتي العزاز خرج كيعاير وكيسبنا وكيتهمنا بالرشوه وقال لك هذا وقال لك اللي كيجي عندي التعليقات قال لك هاب يعني رجعنا كلاب ومعزكم الله. هذاك اللي
كانوا المغاربه خوتي ولاد بلادي اللي تيدخلوا باباه ويرحبوا به احسن ترحيب اللي ما عمر جدو شاف ترحيب. شاف غتكرفيس حتى جدو راه راسو في المتاحف لو كانت عندهم كهرباء لو مشاو جابوه، ولكن لا كيتسحبوا المغرب. هذاك هو هذاك الحيط القصير. علاش كيقولوا عليه هما دابا راه حيط قصير؟ حيت ملي كيشوفوا ديك الطيبه وديك الترحيب اللي كنرحبوا به ولكن اساس الترحاب وكان قاعد سميت نعدلنين وكان صافي غادي شكون دائما ملي كتكون طيب مع شي انسان اقسم بالله راه ربي باش حلفت دائما ملي كتكون انسان طيب ومتخلق ومتواضع هذاك اللي كدير معاه التواضع والاخلاق يعني وكدير عا كي كنقولوا حنا فوق المزيان ما تيعتبركش ما كيحترمكش ما كيديرلكش قيمه. لما كيدير القيمه ما يتعتبر ما يتقال القيمه غواليستاك كيسوريون ولا كيسلم بعزيز غني لا ما كيعرفوا كاع واش كاين تما. هذاك اللي كيدير راه قلت لكم انا راه ارى بعيني انا راه ما جاش شي واحد يفتي عليا هادو جوج كحتينا اللي يتيني فاطمه زهره انا تنشوف بعيني كنشوف العجب كنشوف العجب وعجباي اللي كنقولوا اللي كنشوف انايا كنشوف فيهم انايا لا في البوتيكات لا في الخدمه لا في ولا يجيو يداواو تما ولا يجيو المهم شي حاجه ولا راكم عارفين نتوما على حسب الخدمه ديالي يعني كل واحد تسمحوا لي اخوتي العزاز انا حاشاكم. المهم كيجيو اخوتي العزاز كتشوفهم تما كتشوفهم تما كلهم لا من ديال في الوسطين ولا هذوك الاخرين بلا ما المهم نسمي داك العجب كل حيت راه كثار. المهم اش غادي نقول لكم اقسم بالله نحلف لكم ربي سبحانه وتعالى نتحاسب عليه غدا يوم القيامه الا تيكبروا الشان لهادوك اللي كاع ما تيحاشوش ليهم كاع. ولكن انت ملي كتكون متواضع ومتخلق معاهم ويحتاج بنادم شي حاجه تيحتاج سؤال انت كتشرح ليه 10 الاسئله اللي هو اصلا انت كاع ما سولهم وديروا هكا وتفعلوا سميتو والي يا خوتي غير باش تشوفوا المكارين حتى من هذوك في الوسطين وهذوك الاخرين كلشي راكم عارفين هذوك الاخرين كلشي اللي مؤخرا بداو كيجيو عندنا قال لي كل بغا يتزوجوا بالبنات ديالنا كلهم هذوك كلهم كاين هنا كيجي ما تيعرف اش غنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله كلشي هكذاك من جينا. ولكن تواضع الحمد لله متواضعين يعني كيجينا كيبقينا انت كاع مثلا المهم زدتي في اللغه تعلمتي اللغه ولا خديتي الخدمه ولا ما خليتي ما درت ولكن دائما كتبقى متواضع. هادو لا تيدخل لك سيمانه انا دابا نخرج دابا كاع في الموضوع علاش كنت بغيت نهضر كيدخل لكم اخوتي سيمانه تيدخل تيبقى يهضر لك في القانون ويهضر لك في الطب ويهضر لك في المساعدات ويهضر لك على العنصريه ويهضر لك على البيئه ويهضر لك على القوانين الشؤونيه الداخليه والخارجيه كتقول هذا يا فلان واش هذا جا 100 عام كيفلسف في اشياء لا تعنيه ولا تيعرف عليها شي حاجه والو غير تيسمع من واحد بحالو بحال يعني غير في الشوماج ما عنده والو وبقى يهضر لك ويبقى يفلسف كتبقى تشوف تتعيا تقول لا حول ولا قوه الا بالله. راه هما هكذاك دايرين راه ماشي غير عندنا في المغرب غير حنا عندنا في المغرب حنا تنضصروهم علينا بزاف مرحبا غير اللي شفنا اللسان ديالو داير بحال شي مغرفه ولا كدوك نزري لسنك ليه كتدوك اخو نجا مرحبا قرينا صافي وفي الضيا مولاي صغني لي مرحبا واش مرحبا يا زغماك ورحب ولد بلادك رحب خوك وما كاين ما احسن هكاك على الاقل ولد بلادك والله ما يتخلى عليك ما نعرف شنو يوقع معك ملي يشوفك في المحله ما يتخلاش عليك ولا كيفل. ولكن هادو راه ما تيقر فيهم الخير وعندكم تحابوا راهم سفراء ديك القضيه زعما راه غادي ندير معاه مزيان وفوق المزيان ملي يمشي البلده الاخرين غيهضر عليا يقول حكا راه داروا لي معايا مزيان هكا غير تكينا داكشي اللي غيقول فيك غيقول فيك اللي فيك ولا اللي ما فيك حق المصحف الكريم. خلينا نرجعوا لهذا بني كرغول باش تسمعوا اش قال باش نساليو في هذه القضيه هذه. المهم الهضره تجبد الهضره يا جماعه تجبوا الطيا ها هو الغاليين ديالي وسمعوا دابا اش قال ملي قال لك راه نسحبوا هما راه هربوا من المعركه لا يقدرون على المعركه ما قادرينش كيقولوا حنا دفاع سوسايس
ورز دارنا داسينا قران بن حسيس يقدروش على ما كان المغرب يا شريفه. قال لك القجع عطي رشوه. ايوا حتى انت اللي عطي القجع رشوه، عطيها حتى انت اللي عطيتيها ما زقات ليك، انت اللي عطيتيها 50 عام انت كتعطي في الرشاوي. اش خديتي. المهم بلاتي يا الحباب، سمعوا لي ولد حفيدهم حسن. اي شيء. وبعض الاشخاص من المروك يجيو عندي في التعليقات هاب 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 فزناكم وربحنا بالتصويت. لا ربحت لا بالتصويت ولا باي شيء، ربحتوا بالرشاوي وبالمحاباه، وتاريخكم وحياتكم مبنيه على كل حال على هذه الخيانات وهذه المشاكل كلها. على كل حال قال لك اخوتي العزاز غير بالرشاوي، دابا حنا خدينا زعما قال لك غير بالرشاوي ماشي بالتصويت. الله يشافي ويعافي، الله يشافي ويعافي. اش هاد اللي حنا غنتسناو يقول مثلا ملايني هكذا اللي غادي يقول؟ علاش غادي يقول هكا؟ لان لقاه اهلو هكا كيفاش غارقين، هذيك هي المعيشه ديالهم 12 شهر وهي غادا كدور بحال شي جانطه. غير كان ازيو فاي الدرس، غير كان قابل غير شاوير شي غوار وهي غادا. اي المهم قبل ما نسول هذاك الزعتر ديالهم والله ما بقيتش عقلت واحد الجريده ديالهم. سمحوا لي استسمح. كما قلت لكم، كما حطيت لكم الفيديو ديال البارح، قالش لي كيسبوا قال لك في الافارقه كاع عاوتاني كاتبين قال لك حسن قال لك انا الافارقه كاع هم زعما كاين الجزائر ان بعدت كاع من افريقيا لان قالت لك ريحتهم قالت لك ريحتهم اخوتي العزيز. ما قلت لكم حيت هما ولاد الكرغوليين راه عندهم الحق، هما راه ماشي افارقه، هما راه ولاد فرنسيس ما تنساوش. الاتراك هضرت على الاتراك افارقه نو 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 علاه الفرنسيين افارقه نو 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 اخوتي العزاز. وغيرت نقال راه داكشي علاش كيقول لك كيسبوا كيعايروا في الافارقه. لا المهم الغاليين ديالي كما قلت لكم كيحاولوا داكشي اللي فيهم يلصقوه في الناس ولا يديروه في الناس. داكشي اللي فين غادي الله يهديك ما وزيد. ايوا دابا سليت هادي صافي مصيبه حبابي الغاليين ياكم. صافي سكت. الغاليين ديالي الحباب ديالي الغاليين، الله يحفظكم والله يخليكم ليا سيدي ربي يا قادر يا كريم. الله يخليكم وليداتكم ووالديكم ولا ربي تروانن د احباب نون يا جيكم ولا كي. الله يخليكم ليا. ما تنساوش اللايك اللي هي رحمه الوالدين الوالديه الرحمه. ديروا اللايك ولا ما ديروا قولوا لي غير في النفس ديالكم ولا ملي تتصليو اللي شي صلاه يقول يرحم ربي الوالدين فاطمه الزهراء. الله يرحم والدين فاطمه الزهراء. هذا هو اللايك اللي انا باغيه منكم. انا ما باغي ادسنس ولا شي حاجه، بغيت غير الرحمه لامي وبا. هذا هو الادسنس الكبير اللي انا بغيت. يكون يعز ربي الله يعزكم جميعا. اكلوا ضيح تصدر ربي طلع ليا فلوسكم وتسناو. راه كاين واحد الفيديو عندكم تزقلوه شوفوه عاد ديك الساعه ما تزاباش شوفوا سمعني. اكون يعز ربي تاني ميرتني. السلام عليكم. منير بن قاسي، الأمور كانت محسومة منذ مدة، لكن ربما الأمر الذي وجب الحديث عنه هو تداعيات انسحاب الجزائر من سباق الترشح لاحتضان الكان وما تبعه من انسحاب آخر للسنغال وزامبيا نيجيريا والبنين كملف مشترك. أولا ما رأيك في موقف الجزائر؟ ثانيا هل ترى أننا تسرعنا في الترشح دون أن نعد العدة لهذا الترشح في حد ذاته؟ لا، أولا وقبل كل شيء أحيي قرار الجزائر في الانسحاب. قرار رائع أكثر من رائع. الجزائر لا تريد المشاركة في مهزلة، أنا نعتبرها أكبر مهزلة. على كل حال الكاف معروفة بالمهازل تاعها، ليست هذه المهزلة الأولى. الكاف اللي راهي تسير بهيئة، لكن في الحقيقة كان ناس واحد آخرين هما لم يسيروا في هذه الهيئة. الكل يعرفهم. ما كان ندير لهم إشهار مجاني. باش نعاودوا نولوا التداعيات هذه. الخاسر الأكبر ليس الجزائر في هذا الأمر هذا. كما قال رئيس الجمهورية الملاعب الجديدة هي مكسب للشبان قبل كل شيء. ما كانتش باش نديروا كاس الكان 2025 ولا 27 ولا 30. هي مكسب للشباب الجزائري بالدرجه الاولى، مكسب للجزائر. الكان جات مرحبا بها، ما جاتش. الجزائر ظنت ان الامور شفافه وديمقراطيه وكما يقولوا اخلاقيات، لكن في الحقيقه ما كان حتى امر من هذا. كاين كولاسه، كاين رجال خفاء يخدموا في الظلام. الجزائر ماشي
كاين ممارسات الجزائر ما تقدرش ديرها، والمسؤولين الجزائريين ما يقدروش يديروهم، لكن الناس في الكاف هذه تعتبر دي سامبل فورماليتي ليهم. الجزائر ما تحبطش المستوى تاعها باش تولي اضحوكه في افريقيا، لا بالعكس. انا نشوف القرار هذا اكثر من رائع، قرار سيادي. الجزائر على كل حال معروفه بهذه القرارات هذوما، والكاف مره اخرى يسوفي جيست نعرفوا كيفاش جا انفونتينو للكاف باش تعرف كيفاش جا احمد للكاف باش تعرف. نشوفوا كيفاش جوز عيسى حياته اكثر من 20 سنه في الكاف باش تشوف بلي هذه الهيئه ما فيها لا ديمقراطيه لا شفافيه لا رياضه، لا هم يحزنون. هذه انا نعتبرها مافيا رياضيه تسير هذه الهيئه هذه، ومالوريزمون راهو يتحكم فيها واحد. اللوبي هذا راهو يتحكم فيه شخص واحد. هذه ما يشرفش افريقيا وما يشرفش الكره الافريقيه. مره اخرى احيي قرار الجزائر بالانسحاب، انا اعتبره شخصيا سانونجاج كوموا قرار رائع وسيادي. هنا امتنان واعتراف ب50 سنة من العمل الذي وصلنا به الآن إلى مستوى عال وتوفير أفضل المنشآت الموجودة، والقرارات التي اتخذت اعتمدت على التعرف على المكان الذي ستكون فيه أو ستستضاف فيه كأس أفريقيا 2025 و 2027 من ناحية المنشآت، من ناحية الملاعب وغيرها، وأيضا بناء على مبدأ التدويل والانتقال من منطقة إلى أخرى، من منطقة فرعية في إفريقيا إلى أخرى، لأن هذا يسهل وينخرط ضمن مخطط التنمية في إفريقيا وتنمية كرة القدم وتوفير المنشآت اللازمة للشباب. وأن نتأكد أيضا من أن كل منطقة في إفريقيا تحصل على الحظ الكامل لاستضافة كأس إفريقيا والمشاركة فيها. كانت هذه تصريحات باتريس موتسيبي بخصوص شروط الترشح. فريد، تابعت التصريح. الكاف وضعت شروطا لاستضافة المباريات. ملاعب تنزانيا أوغندا وكينيا لم تستوفي تلك الشروط، وبالتالي منتخباتها تلعب خارج قواعدها. من جهة أخرى الكاف تمنح تلك البلدان شرف استضافة كأس إفريقيا. أي منطق هذا؟ وهل نعيش في أحد أسوأ فترات هذه الهيئة التي لا تعترف تماما بالمنطق الكروي؟ شوف، تأكد أن القرار قرار انسحاب الجزائر. البعض ربما، أنا ما يؤسفني ليس ما يحدث في إفريقيا، قد يعني بقدر ما يؤسفني ما يحدث داخل الجزائر. البعض يعطي قراءات ويقول لك بأن هذا القرار غير صائب وما إلى ذلك، والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال بأن تقدم الجزائر بملف الترشح كان خاطئا. لا هذا ولا ذاك أصاب في هذا التحليل حسب وجهة نظري الخاصة التي لا تلزم غيري وتلزمني وحدي. أنا أقول بأن قرار الجزائر فيه الكثير من القراءات الإيجابية. أول شيء، لقد فضحناهم، كشفناهم، ويعني أحرجناهم. الكل يعلم اليوم بأن هذا الاجتماع الذي احتضنته القاهرة هو مهزلة أخرى من مهازل هذا المكتب التنفيذي للكاف، وهو مهزلة أخرى سوف يكتبها التاريخ وسوف يعود لها التاريخ بعد مرور السنوات والسنوات. إذا سلمنا بما قاله رئيس الكاف الوهمي موتسيبي بأن تفضيل الكاف للمغرب يرجع لتقدم المغرب بملف ترشحه إلى مونديال 2030، كيف سوف يرد هذا الرئيس عندما نسأله عن كينيا وأوغندا و27؟ ماذا سوف يرد؟ هل تقدم هذا الثلاثي بملف ترشح الأولمبياد؟ هل تقدم هذا الثلاثي بملف ترشح مونديال لم نسمع عنه؟ لذلك عليه أن يبتلع هذه الإجابات وهذه الإيضاحات. الكل يعلم اليوم بأن المغرب أخذت هذا الملف قبل أن يتقدم إلى التصويت، وإلا كيف نفسر أيضا انسحاب السنغال ونيجيريا وزامبيا؟ هل هي كذلك يعني في رواق الجزائر؟
الكل يعلم اليوم، أنتم تتحدثون كثيرا عن عدم قدرة كينيا وأوغندا وتنزانيا في 27. أنا أحدثك على 25. المغرب لا يضاهي الجزائر في المنشآت الرياضية، غير جاهز بالنسبة للجزائر. كيف تفضل يعني بلد يضع أمامك مشروع بناء وترميم ملاعب؟ أنت يعني قدمت بعض الصور لملاعب تنزانيا وما إلى أعطينا ذلك. صور إسحاق. طيب، كنت أتمنى يا عماد لو سألتني قبل إعداد هذا الحصة لسلمتك صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. لذلك أنا أقول لماذا نتحدث على 27؟ لنقف عند 25. المغرب ليس جاهز أمام الجزائر، وإذا سلمنا بأن الذي يتقدم للترشح يقدم برامج على الورق ويعني صور لما سوف تكون عليه الملاعب بعد سنة أو سنتين، أقول كيف يكون هذا العمل بمكيالين؟ والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك حاليا ملاعب جاهزة مجهزة لا ينقصها إلى بعض الرتوشات على أرضيات الملاعب التي قد تأخذ بنا الزمن أسبوعين أو 3 لتصبح حلة يعني قابلة لاحتضان أكبر المباريات على المستوى العالمي وليس الإفريقي. لذلك يا عماد أنا أقول بأن القراءة بلا تفكير هي تلقين، والأحرار فقط هم من يفكرون حين يقرؤون. عندما نقرأ ما حدث في اجتماع القاهرة، أنا أقول لك الحاضر لا زمن له يا عماد. أنا متأكد من هذا المعطى، ومتأكد أيضا بأن وحده القلم الذي يستطيع أن يؤرخ ما حدث في هذا التاريخ القريب الذي سوف يصبح بعد سنوات تاريخا. لذلك أنا أقول اليوم أعود إلى ما بدأت به وأقول لك هنيئا للجزائر بهذا القرار، لأنك قد لا تفوز بتنظيم هذه الكأس، لكنك تندد وتقول لا لمن اجتمعوا على قول نعم في ثوب غير منطقي وغير حقيقي. سوف يحتفظ التاريخ بأن أسوأ مكتب تنفيذي للكاف عبر التاريخ هو المكتب الحالي. تكلم منير ربما منذ قليل على حياته، مكتب حياته أحسن بكثير من هذا المكتب الأضحوكة المهزلة. نعم، الأمور تزداد سوءا يعني لا عهدة بعد عهدة. أنا لا أظن بأن إفريقيا سوف يصل بها الأمر إلى امتلاك مكتب تنفيذي أكثر سوءا مما هو عليه اليوم. اليوم عندما تمتلك مكتب تنفيذي رئيسه المثل الشعبي يقول لك خضرة فوق الطعام. موتسيبي هو ليس خضر أصلا فوق ذلك الطعام، هو غير موجود أصلا. لذلك لا داعي لاستماع ما يقوله موتسيبي، والكل يعلم بأن هذا المكتب التنفيذي مختطف. لنعمل حاليا على إعادة هذا المكتب التنفيذي من الأيادي الذي اختطفته منذ سنوات. اليوم القارة الإفريقية تئن تحت مكتب تنفيذي للكاف في كرة القدم مختطف من عصابة. هذه العصابة لا تحتكم لا إلى المنطق ولا إلى شيء آخر. الكل كان يعلم بأن إفريقيا هي قارة المهازل في كرة القدم، والكل كان يعلم بأن إفريقيا تحتكم إلى أمور غير طبيعية، لكن أن يصل الأمر إلى وضع هذه القارة كرويا تحت أقدام هذه العصابة فهذا ما لا يجب أن نسكت عليه، وهذا هو الذي يجب أن ننطلق في العمل عليه مستقبلا. اليوم إفريقيا والمكتب التنفيذي تحت وضع عصابة اختطفته من بين أيدي بعض البلدان النزيهة التي ما زالت تؤمن بأن كرة القدم هي في نهاية المطاف أخلاق مثل ما ينص عليه الميثاق الأولمبي. أنت تصر على عدم سماع أي تصريح لموتسيبي، لكن أنا أصر أيضا على سماع أحد تصريحات موتسيبي بخصوص أحد الأسباب التي دفعت المكتب التنفيذي لاختيار المغرب لاحتضان كأس أفريقيا 2025. نتابع. كان هنالك انسحاب للجميع البلدان الخاصة ب 2025 لتمكين المغرب والبلدان الإفريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحضير، وبالتالي فكان هنالك تجاذب، كان هنالك نقاش
حول هذه المسألة، وبالتالي فإن كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فلنصفق للبلد المستضيف. والله منير، هي تصريحات ربما أين يمكن تصنيف هذه التصريحات لباتريس موتسيبي؟ مسكين والله مسكين، والله العظيم كي تشوف هكذا رئيس كاف، انت راك شخصيه، راك حاجه كبيره. كاف افريقيا هذه ماشي ليست هذا هو المبرر تاعك تاع فوز المغرب بترشيح 2025. اذا الجزائر راح تعاون كذلك، السنغال نيجيريا راحوا هما انسحبوا باش يعاونوا، وكأن هذه هي. احنا رانا نطحنا ثاني كيما بني ويوي لما يصفقوا هذوما في الكاف، احنا ثاني دوك نزيدوا نصفقوا ونطبلوا لهم. لا والله غير هذا تصريح لا مسؤول تاع انسان. والله غير فريد قال واحد الكلمه عجبتني، رئيس وهمي. هذا اكثر من رئيس وهمي، هذا حبست عند هذيك الكلمه. رئيس وهمي مسكين مختطف. راه واش يقول؟ يجي الجزائر يقول لك تحيه الجزائر وانتم ميور بي او موند، يعاود يومين 24 يروح للمغرب انتم احسن تقدروا ديروا كاس العالم، يروح لاي بلاد يقول لهم انتم لي ميور. لكن احنا على بالنا بلي هو هذا الانسان راه مسير. كاين شخصين، انا باش نقول لك شخصين راهم يسيروا في هذا الانسان اللي حطوه كرئيس كاف، هما اللي يسيروا فيه. من بينهم انفونتينو، رئيس اكبر هيئه كرويه تاع تحوس على الفير بلاي والاخلاقيات، راهو يشارك في هذه المهزله هذه، راهو يشارك في هذا اللوبي هذا اللي راهو يتحكم فيه شخص يكره الجزائر كره اعمى، ما يحبش يشوف اي حاجه تخص الجزائر. هذا الانسان ماذا به ما يشوفهاش. باش تقولي دوك الناس يجوا راه ينسحبوا باش يعاونوا المغرب، هذا مبرر والله غير ما عنده حتى معنى. من رئيس مسكين ما باش واش راهو يدير في هذا. والناس والادهى من هذا كل الناس اللي راهم هنايا راهم يصفقوا لهذا القرار وكأن كلش جالس تمام بشفافيه. لا والله غير اسمح لي، هذه هيئه احنا على بالنا على كل حال الكاف كيفاش كانت تسير من قبل، لكن على الاقل في وقت ما عيش حياته، كان يخبط يدو، كان كاريزما، كان عنده مواقف مليحه ماشي مليحه، لكن ما كانش يسير بهذه الطريقه هذه. ما يسير ديجا هذه كلمه قليله واش نقولوا على هذا رئيس مسكين لا حول ولا قوه. يعطوا له ورقه يقول يقرا ويروح ويصفق معهم ويشارك في هذه المهازل، وجايته حاجه طبيعيه جدا. لا والله غير هي من المستحسن دوك نشوفوا كيفاش نحروا هذه الهيئه هذه. هذا هو اللي شوفوا دو باطاي تاعنا من الفوق. احنا الكاناي ليهم 2025 27 اللي كان راهم جايين كاع ما يهمناش. احنا يهمنا تطوير كره القدم الجزائريه والرياضه الجزائريه بصفه عامه. الحمد لله راهم جايين منشات كبيره تسمح لنا باش نطوروا هذه الرياضه بصفه عامه، لكن الشغل الشاغل هو تحرير هذه الهيئه هذه من هذا اللوبي، من هذه المافيا. انا ما نقولكش عصابه، انا نقول لك مافيا راهي تتحكم في الكاف. ومن المهزله ومازال يزيدوا يجوا مهازل اخرى، ودوك هما يبداو يتفاضحوا بعضهم كيف تم منح المغرب كان 2025. ما نهضروش كما قال فريق على 2027، خاطر 2027 راهي فتحتهم كامل وماشي فضيحه. هذه اكثر من فضيحه واكثر من مهزله. انا ما صبتش ميم با لو تيرم باش نقول لك وشنو هذا كان 2027. كاين مفاجات اخرى كان 2025 و2027 كاين مفاجات اخرى راح نتحدث عليها مع امين بعد قليل. في اي خانه يمكن تصنيف انسحاب السنغال وزامبيا والبنين رفقة نيجيريا؟ هل هو تضامن مع الجزائر ام لاسباب اخرى؟ بل اقول تفطن لما كان سوف يحدث في اجتماع القاهره في الوقت البدل الضائع. عندما يتحدثون ربما عن الجزائر يجب ايضا ان نتحدث على هذه البلدان التي هي ايضا سحبت ملف ترشحها من هذا الموعد. وعندما يتحدث هذا الرئيس الوهمي على ان الجزائر والسنغال وما الى ذلك انسحبوا لفسح المجال امام المغرب للفوز بتنظيم هذه الدوره، ولكي ايضا يحضرون هذا البلد الافريقي الذي ترشح ايضا او ينوي الترشح لمونديال 2030، لنسأل موتسيبي هل الاتحاد الأوروبي منح نهائيات كأس أوروبا إلى إسبانيا والبرتغال بمنطق موتسيبي؟ أبدا يا رئيس يا وهمي. عندما نتحدث بهذا المنطق يجب أن تكون كل إفريقيا يعني ملخصة في هؤلاء الذين اجتمعوا معك في تلك القاعة وكانوا يصفقون
في مشهد بهلواني على رئيس يتحدث بأي شيء إلا المنطق. والجماعة التي كنا نتحدث عنها هي جماعة بنيويوي بأتم معنى الكلمة، كانت تصفق لأمور وهمية سوف تعود عليها مع مرور الوقت في التاريخ، سوف تعود عليها بالسلب. كيف تصفقون لكلام لا يحتكم إلى لا المنطق ولا الواقع؟ ولنسأل كيف ينظر إلينا الآخر بعيد على إفريقيا إلى هذه القارة. ما زالوا يؤكدون على أننا قارة غير سوية، قارة لا تحتكم إلى العقل. عندما كان الأوروبيين في وقت قريب يعني يتعاملون مع اللاعب الإفريقي على أنه لاعب دوني، كنا نندد ونقول بأن اللاعب الإفريقي مثل اللاعب الأمريكي اللاتيني أو أوروبي أو الأسيوي. اتضح مع مرور الوقت بأن الذي يتحكم في دواليب الكرة في القارة الإفريقية يصلح لأن يقول عليه الأوروبي ما يشاء. اليوم تخيل يا عباد بأن الصورة التي استطاعت هذه القارة أن يعني تصدرها إلى العالم صورة سيئة جدا 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 جدا. كيف يعني ترضون بهذا المنطق؟ كيف يعني تمنحون نهائيات كأس إفريقيا لبلد دون تنافس؟ كيف يعني يفكر سواء الأوروبي أو الأمريكي أو الأسيوي إلى هذه القارة وكيف ينظر إلينا؟ نستطيع منذ الآن أن أقول لك بأننا يعني ما يحدث لنا في هذه القارة هو أمر جد منطقي بالنظر إلى من يحكم يعني دواليب الكرة في هذه القارة في هذا الوقت الراهن. أنا هل هناك حل لهذه المهزلة؟ يعني هل ستكون ربما باتحاد بعض البلدان لكي ينهي طغيان هذا اللوبي الذي ربما يتخذ قرار، ليس ربما ولكن يتخذ قرارات عشوائية، قرارات كما قلت تمنح صورة سلبية جدا للكرة الإفريقية؟ هل هناك حل؟ يعني هناك بلدان قادرة على الاتحاد شوف، الاستبداد ولا عقل لا يستطيع أن يسود إلى على يعني مر التاريخ. تأكد بأن هذا الانسحاب سوف يشكل خلايا، سوف يعني تلتئم هذه الخلايا مع مرور الوقت، وسوف نستطيع تأسيس لوبي آخر على ضعفه على قوته لا يهم. المهم هناك تململ، وهناك بعض الأعضاء في هذا الاتحاد غير راضين على ما يجري في هذه المهزلة الإفريقية وفي هذا المكتب التنفيذي للكاف. لذلك أنا أقول لك بأن خير ربما ضارة نافعة. أنا متأكد بأن انسحاب الجزائر ومعها السنغال ونيجيريا والبلدان الأخرى سوف نستطيع تشكيل لحمة ولوبي على ضعفه في بداية يعني بناء هذه اللبنة. لكن مع مرور الوقت أنا متأكد بأن هذه البلدان سوف تلتفت إلى ما يجري في هذه القارة وفي هذا المكتب التنفيذي. عندما نتحدث على ما قاله المكتب الفاف، أنا متأكد بأن ما حصل في السنغال يستطيع أن يكون أيضا في الجزائر. السنغال اليوم وهي تسيطر على إفريقيا دون أن تنظم ولا دورة نهائية. ربما السنغال تقول لموتسيبي والمكتب التنفيذي لكم الفوز بتنظيم الدورات النهائية ولنا الفوز بكل كؤوس إفريقيا من الأشبال والأصاغر إلى الأكابر المحليين. لذلك على الجزائر أيضا مثل ما جاء في بيان الفاف أن تلتفت إلى إعادة ترميم ذات البيت وترميم الكرة المحلية، لننطلق ربما بعدها للالتفات إلى ما هو يجري في القارة السمراء. هذا لا يمنع تأكد بأن هذا الانسحاب رغم أننا فضحناهم، هذا لا يمنع بأننا ممكن أن ننطلق ونقف مثل السنغال ونضع على الأقل يدنا في يد السنغاليين لكي يعني نقوم بما قام به السنغاليون. لذلك يا عماد، الشيء الجميل اليوم فيما يحدث في الجزائر هو أن رئيس الفاف الحالي لأول مرة أنا استمعت إلى هذا الخطاب، التفت إلى الكرة المحلية وإعادة تنظيم هذه الكرة، وهذا أجمل ما حدث في هذا الانسحاب بعيدا على جيدا أن الوقت كبير لنظر إلى أمور أخرى.
ربما نظر إليها زفيزف وهو اقتحام مكتب التنفيذ. وحتى المنشآت الرياضية الجميلة التي يعني وظفتها أو وضعتها سلطات هذا البلد أمام الرياضيين، جميل أن نستفيد نحن كجزائريين وكلاعب جزائري محلي من هذه المنشآت الجميلة. أنا متأكد بأنه بعد سنين وبعد هذا الترميم سوف يكون للكرة المحلية على المستوى الإفريقي شأن كبير. اليوم الاتحاد وهو قاطرة الأندية الجزائرية وهو يرفع كأس الكاف ثم كأس السوبر ويعود بنتيجة إيجابية من المغرب، والشباب الوزداد يعود أيضا هو الآخر يعني بنتيجة إيجابية من تنقله خارج القواعد. أنا متأكد بأننا بدأنا نعود إلى الصواب. لهم كأس إفريقيا 25 ولدينا ولنا أيضا العمل على المستوى القاعدي لنكون على الأقل في مستوى ما حصل في السنغال.